وأنتم لا تشعرون. الشيخ محمود خليل الحصري واحد من أشهر قراء القرآن الكريم وأحد أقطاب التلاوة والترتيل، ليس في مصر وحدها ولكن في العالم الإسلامي كله. شهد له الكثيرون بأنه أفضل من جود القرآن ورتله، فلم يكن مجرد قارئ أو صاحب صوت يهز الوجدان، بل كان رجلا يعيش القرآن فيعيش معه من يسمعه. ولد الحصري في إحدى قرى محافظة الغربية عام 1917، وألحقه والده بكتاب القرية حتى أتم حفظ القرآن في 8 من عمره. بعد إتمامه علم القراءات درس علوم القرآن، ثم تقدم لامتحان الإذاعة عام 1944 واختير الأول من بين المتقدمين، حتى ظلت إذاعة القرآن الكريم تقتصر على إذاعة صوته منفردا حوالي 10 أعوام، وكان أول من سجل المصحف الصوتي المرتل برواية حفص عن عاصم. تخصص الراحل الحصري في علوم القراءات العشر الكبرى، ونال عنها شهادة علوم القراءات العشر من الأزهر الشريف، وكان أول من ابتعث لزيارة المسلمين في الهند وباكستان وقراءة القرآن الكريم في المؤتمر الإسلامي الأول بالهند، وذلك في حضور الرئيس الراحل جمال عبد الناصر والرئيس نهرو. وفي عام 1961 عين بقرار جمهوري شيخا لعموم المقارئ المصرية. حصل الشيخ الحصري على وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى في عيد العلم، وقدم العديد من المؤلفات أبرزها القراءات العشر من الشاطبية والدرة، ومعالم الاهتداء إلى معرفة الوقف والابتداء، ورحلات في الإسلام. قضى الشيخ محمود خليل الحصري جانبا طويلا من حياته متنقلا بين بلدان العالم الإسلامي يصغي أذان المسلمين بسماع آيات الذكر الحكيم، فكان الشيخ الحصري أول من رتل القرآن الكريم في الكونغرس الأمريكية، وأذن لصلاة الظهر في مقر الأمم المتحدة. كذلك قرأ القرآن الكريم بقاعة الملوك والرؤساء الكبرى في لندن وغيرها من بلدان العالم. ومن عجيب ما حدث أنه أسلم على يده رحمه الله عشرات من الناس في أنحاء العالم، وكان لسماعهم القرآن منه الأثر الأكبر والسبب الأول في إسلامهم، فهو قادر رحمه الله على إقحام المستمع داخل معاني الآيات وإن لم يفقه معناها. وفي أواخر أيامه حرص الحصري على تشييد مسجد ومعهد ديني ومدرسة لتحفيظ القرآن الكريم في مسقط رأسه قرية شبرا النملة، كما أوصى بثلث أمواله لخدمة القرآن الكريم وحفاظه والإنفاق في جميع وجوه البر، إلى أن توفى في 24 من نوفمبر عام 1980. سيظل القارئ الشيخ محمود خليل الحصري واحدا من أشهر قراء القرآن الكريم في العالم الإسلامي، كما كان رحمه الله مدرسة فريدة في التلاوة.